المية أهم حاجة وأنت بتعمل هايك. البدو بيقولوا في الصحراء أنت مش بتشيل المية، لكن المية هي اللي بتشيلك. عشان كده لو ناوي تطلع هايك لازم تبقى عارف إن المية هي أهم حاجة في رحلتك. لو ما شربتش مية كفاية عضلاتك ممكن تبدأ تتشنج، وده هيصعب عليك المشي لمسافات طويلة. الجفاف مش بس بيأثر على جسمك لكنه كمان بيأثر على دماغك، وقلة المية هتأثر على تركيزك، وده ممكن يخليك تاخد قرارات غلط أو تفقد توازنك. المية كمان بتنظم درجة حرارة جسمك. لو الجو حر العرق بيخلصك من الحرارة الزايدة، ولو الجو برد المية بتساعد جسمك يدفي نفسه. تقدر تعرف مستوى الترطيب بتاعك من لون البول. لو اللون فاتح تمام، انت كده جسمك مترطب كويس. لو اللون غامق خلي بالك جسمك بيقولك انه محتاج مية اكتر. اعراض الجفاف اللي لازم تاخد بالك منها: عطش شديد، قلة التبول او يكون لون البول غامق، الجلد ناشف، احساس بالتعب والدوخة، جفاف في الفم والشفايف، سرعة ضربات القلب والتنفس، صداع او تشنجات. ولازم تخلي بالك شرب المية بزيادة مش كويس برضو، عشان ده ممكن يعمل نقص في الصوديوم في الدم، وده ممكن يسبب مشاكل صحية. وفي حسبة سهلة تعرف بيها احتياجك اليومي للمية. لو سنك أقل من 60 سنة يبقى تضرب وزنك بالكيلو في 30 ملي. أما إذا كنت فوق 60 سنة يبقى تضرب وزنك بالكيلو في 25 ملي. أثناء الهايك يبقى القاعدة الذهبية بتقولك إنك بيبقى معاك إزازة مية طول الوقت وبتشرب منها جرعات صغيرة كل فترة. المهم إنك ما توصلش للإحساس بالعطش. باختصار، المية هي وقودك الأساسي في الهايك، فخدها بجدية، اشرب بانتظام، واستمتع برحلتك من غير ما الجفاف يبوظ عليك اليوم.